النهاردة عن أداء البورصة المصرية، وتحليل مؤشر ال EGX30 وال EGX70 وتحليل بعض الأسهم. مؤشر ال EGX30 وصل لأعلى مستوى في جلسات الأسبوع السابق عند 17359. أدنى مستوى وصله عند 16846. يغلق عند المستوى الأدنى عند 16846. على المؤشرات الإغلاق فوق 17056 إيجابي. الدعم الحالي 16672. كسره بيكون سلبي، في حالة الكسر ممكن ننزل لمستوى 16275. مقاومة حالية عند 17113. اختراقها بيكون إيجابي لهدف 17359، ثم 17724 إلى 17764. في حالة الاختراق بنوصل لهدف جديد عند 18000. أما مؤشر ال EGX70 وصل لأعلى مستوى عند 3076 وأدنى مستوى عند 3008، ليغلق عند مستوى 3058. على المؤشرات الثبات فوق 3033 إيجابي. دعم حالي 3046. كسره بيكون سلبي، في حالة الكسر هننزل ل 3027. مقاومة حالية عند 3076. اختراقها بيكون إيجابي، ودي كانت هاي جلسات الأسبوع السابق. الهدف الجديد هيكون بتاعنا 3122 ثم 3168. معاكم دلوقتي عن دعوم مقاومات بعض الأسهم الرئيسية في السوق المصري. سهم التجاري الدولي على المؤشرات الثبات فوق 53.99 قرش إيجابي. مقاومة حالية 56.24 قرش. اختراقها بيكون إيجابي، في حالة الاختراق هنوصل ل59. دعم حالي عند 52.50 قرش. كسره بيكون سلبي، في حالة الكسر ممكن ننزل لمستوى 49.51 ثم القاع السابق عند 48.60. معانا سهم مدينة نصر على المؤشرات الثبات فوق 3.48 إيجابي. الدعم الحالي للسهم 3.53 ثم 3.51 ثم 3.40. مقاومة قادمة عند 3.58 ثم 3.67 ثم 3.80. السهم كان أداؤه جيد في خلال جلسات الأسبوع الماضي. معانا سهم المجموعة المالية هرمس على المؤشرات الثبات فوق 20 قرش إيجابي. الدعم الحالي 19.63 قرش. كسره طبعا بيكون سلبي، ممكن ننزل لحد 19.11. مقاومة قادمة عند 20.65. في حالة الاختراق هنطلع لمستوى 21.34. معانا سهم مصر الجديدة على المؤشرات سلبي. الإيجابية بالثبات فوق 9.68. الدعم الحالي 9.20. كسره بيكون سلبي، في حالة الكسر ممكن ننزل لمستوى 8.59 ثم 8.26. مقاومة حالية عند 9.45 ثم 10.10 ثم 10.82. معانا سهم الشمس للإسكان على المؤشرات الثبات فوق 7.19 إيجابي. كسره بيكون سلبي. الدعم الحالي 7.18 ثم 7.5 ثم 6.98. مقاومة حالية عند 7.36. اختراقها بيكون إيجابي لهدف 7.58 ثم 7.69. معانا سهم الإسماعيلية دواجن على المؤشرات الثبات فوق 6.43 إيجابي. طبعا السهم السيد بتاعنا الاتجاه بتاعه السيد هو اتجاه عرضي. هيكون الدعم بتاعنا ما بين 6.31. طبعا الكسر بتاعه بيكون سلبي، في حالة الكسر ممكن ننزل لمستوى 6.7. مقاومة 6.63. اختراقها بيكون إيجابي لهدف 6.79 ثم 7.20 ثم 7.43. هيكون في أسهم تانية معانا هتتحلل إن شاء الله على صفحتنا. تابعوا معانا.
طبعا مش محتاجة ان انا اقول ان كسر الدعم طبعا بيكون سلبي. في حالة الكسر هنفعل ايقاف الخسارة. كان معاكم مروة حسين، محلل فني وخبير سوق مال.